المكبات، ثابت المكبات اللي كان بيخلع سنانه. بيخلع ازاي؟ كان بيخلع السنان من الناس غصب عنها. لا الحاج الله يرحمه، الحاج ثابت المكباتي كان له يعني حته كده جنب البيت. اه. اي حد مثلا درسه مسوس وعاوز يخلعه بيخلعوا له عادي. وهو كان شغال خلاع سنان، يعني دي كانت شغلته. ده هو كان بيشتغل على طريق واحد دكتور بتاع سنان. يعني كان تمرجي، اتعلم منه كان الصنعه. تمرجي. اه. اتعلم منه الصنعه، قال بفتح يعني حاجه زي عياده كده. اه. واي حد عاوز يخلع ضرسه بيخلع له. لو مثلا مسوس بيعمل له حشوه في ضرسه. اه. مات الحاج ثابت ده. الله يرحمه. الله كان يرحمه. صنايع عمل لك حاجه في اسنانك؟ لا ما رحتلوش. ليه؟ الناس كانت ربنا ربنا يبعدنا عن الحاجات دي. الناس كانت بتشتكوا كانوا بيشكروا فيه ولا كانوا بيشتكوا منه والله العظيم من في اخر الشغل؟ والله العظيم من اخر الدنيا كان بيروح له. اه، اخر يعني كان الدنيا. جدع، هتلاقيه كان صنايعي جدع. ده بلقط الصنعه من الله ايد واحد يرحمه. دكتور. اه. والله العظيم من اخر الدنيا كان طيب. بيروح له. الله يرحمك. يا حماده. حماده. طب انت يا حماده بتقول قاعد في جديله هنا؟ انت قعدت الجامعه كبيره. اه. بيتك جنب الجامعه. اه، انت متجوز يا حماده؟ لا لسه بس. ليه؟ انت عندك كام سنه؟ انا عندي 51. 51 سنه؟ اه. وما اتجوزتش ليه لحد لا دلوقتي؟ لسه. ليه؟ لا لسه يعني ايه الظروف ولا ما اتجوزتش لا ليه؟ الظروف. الظروف؟ مش انت عندك بيت قاعد فيه؟ احنا مش من البيت بتاعنا، ما هوش كبير قوي يعني. اوضه وصلاح حمام بس. ووالدك والدتك لا في ماتوا. الاتنين؟ الله يرحمه. الله يرحمه. وانت قاعد لوحدك قاعد لوحده. في البيت؟ اه. وليك اخوات ولا مالكاش؟ انا كان ليا اخ مات، وكان ليا اخت ماتت. الله يرحمه. الله. الله يرحمه. الله. يعني انت عايش لوحدك خالص دلوقتي؟ اه. طيب وانت بتشتغل؟ انا بمسح سلام وبغسل سجاد. اي شغل بيجي لي بعمله. وانت معاك تليفون؟ لا مفيش تليفون. ليه؟ ما بستعملوش. انت بتيجي هنا كتير؟ ها؟ بتيجي هنا البيت كتير؟ لا. اه. انا جيت مره اسمه الحاج ابراهيم. اه. كان قابلني سلم عليا. اه. من قيمه شهر كده ولا شهرين. الحاج ابراهيم من بقى؟ مش عارف، كان قاعد بره هنا. اه. قال لي استنى عماله سلم عليا. اه. الحاج ابراهيم ده ابويا ولا خالي سمير؟ استاذ سمير. خالي سمير رفيع المعضل رفيع. ده. رفيع معضل. طيب اداك حاجه؟ ادانا 10 جنيه من قيمه شهرين كده. يا خبر ابيض. لا انت تبقى تجيلي وانا اديك 50 جنيه. اقعد اقعد. وانت بتقدر تشتغل يعني؟ يعني أنا لو قلت لك تعالى اعمل مكان ولا انظف مكان هتيجي؟ قول لي بس اجي لك من اذان الفجر بعد الفجر كده. اه. قول لي بس وانا اجي لك. طب هقول لك ازاي دلوقتي من غير تليفون؟ لا انا باجي هنا على طول، يعني مثلا لو انا جيت مثلا يعني مثلا جيت اهو قول لي مثلا لو عندك اي حاجه قول لي تعالى بعد 3 ايام وانا اجي الشغلانه اللي انت عاوزها اجي اعملها. بعدها ب3 ايام؟ ليه؟ انت بتكون مشغول خلال لا الثلاث ايام يومين دول؟ لا قول لي بس. انت بتروح شغل فين؟ انا ما بروحش شغل. مثلا اي حد عارفني يقول لي تعالى امسح السلم، بروح اغسل له السجاده بعملها عادي يعني مفيش اي حاجه. وبتاكل منين؟ من الشرب اللي انا بعمله. انت بتعمله يعني مين اللي بيطبخ لك يعني؟ مفيش. بتاكلش طبيخ؟ انا باكل طبيخ ساعات باكل طبيخ. بتاكله منين الطبخ اللي بتاكله؟ بطبخ انا. انت اللي بتطبخه؟ لوحدك؟ وساعات بتاكل في كلت فراخ امتى؟ بتاكل فراخ امتى؟ كل جمعه كده. كل جمعه بتجيب لك فرخه؟ ده انت لعبه معاك. صباح الفل صباح الفل يا باشا. يعني انت كل جمعه بتاكل فراخ واللحمه؟ اللحمه ما بجيبش اللحمه. ليه؟ غاليه. الفراخ حلو. يعني انت طب وانت لما تيجي تشتري فراخ بتشتري الفرخه بكام؟ الفرخه ممكن تقطع 80 جنيه. ليه انت بتشتري فرخه صغيره؟ صغيره. عشان انت لوحدك. وتطبخها ازاي بقى؟ بطبخها بغسلها بغسلها وبحطها في الحله وبحط عليها شويه مستيكه وشويه حبهان وشويه فلفل اسمر شويه صغير خالص لان الفلفل الاسمر حراق. بحط شويه صغير خالص وشويه ملح كده عليها واسيبها حوالي ساعه وربع كده ساعه ونص تكون استوت. وتطبخ جنبها ايه؟ رز بس. وما بتعرفش تطبخ جنبها خضار؟ لا كفايه رز والفراخ فوق على كده بس.
طيب ما بتاكلش اللحوم، ما اكلتش لحمه بقالك قد ايه؟ يعني ساعات يعني في ناس يعني في ناس عارفيني بيندوا عليا وانا ماشي في الشارع كده، يقول لي بيديني مثلا كل عيد ورقه لحمه. بس طب انت ما فكرتش تشيل تليفون؟ ما بستعملش التليفون. يعني انا لو جبت لك تليفون او اديتك تليفون جايز واديتك ضاع مني، جايز اتكسر. طب ما انت جايز عشان لما انا عاوزك، عايز حد يعوزك، ممكن حد عايز يساعدك، انا ممكن اديك تليفون هديه بس تكون تعرف تتعلم عليه وترد عليه، واديك بص رقم تليفون. التليفون ما بعرفش فيه صراحه. طب اللي يعوزك بقى يجيبك من ايه؟ ها؟ طب قول لي انا باجي هنا، انا باجي هنا. قول لي عنوانك فين؟ انت عارف الجامع الكبير؟ اه انت عارف بنت يوسف النجار بتاع البلاط؟ اه بنت جنب يوسف، جنب بيت عبد الرؤوف، الله يرحمه احسن. ثابت المكبات اللي كان بيخلع السنان. بيخلع ازاي؟ كان بيخلع السنان من الناس غصب عنها؟ لا الحاج الله يرحمه، الحاج ثابت المكباتي كان له يعني حته كده جنب البيت. اه اي حد مثلا درسه ومسوس وعاوز يخلعه بيخلعوا له عادي. وهو كان شغال خلاع سنان، يعني دي كانت شغلته؟ ده هو كان بيشتغل على طريق واحد دكتور بتاع سنان. يعني كان اتعلم منه كان الصنعه. تماجي اتعلم منه الصنعه. انا بفتح يعني حاجه زي عياده كده. اه واي حد عاوز يخلع ضرسه بيخلع له. لو مثلا مسوس بيعمل له حشوه في ضرسه. اه مات الحاج ثابت ده. الله يرحمه. الله. كان صنايع عمل لك حاجه في اسنانك؟ لا ما رحتلوش. ليه؟ الناس كانت ربنا يبعد على الحاجات دي. الناس كانت بتشتكوا كانوا بيشكروا فيه ولا كانوا بيشتكوا منه؟ والله العظيم من في اخر الشغل. والله العظيم من اخر الدنيا كان بيروح له. اخر يعني كان الدنيا. جدع، هتلاقيه كان صنايعي جدع. ده بقى تتصنع من الله ايد واحد يرحمه. دكتور. اه والله العظيم من اخر الدنيا. طيب. كان بيروح له. الله يرحمه. طيب الله. انت بقى، انا اعرف يعني هو الوقت الله يرحمه هو مات، انا عايز اعرف بيتك فين. بص صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا النهارده ايه؟ النهارده السبت. انا هاجي لك، انا مثلا هاجي لك يوم السبت زي النهارده كده. لو انت عاوز تعمل لي حاجه اقول لك اجي لك بكره باذن طب انا افرض يعني انت هتجري بعد اسبوع الله. يوم السبت كده. وانت في خلال الاسبوع ده هتكون فين؟ قاعد في البيت. قاعد في البيت؟ اه. يعني انت ما بتخرجش كل يوم تتمشى كده تعدي تلقط حسنتك؟ انا بخرج بس يوم ويوم كده. وقت الوقت قاعد في البيت؟ لا قاعد في البيت. طب انت بتصلي؟ الحمد لله بصلي الحمد لله. كل الفروض؟ كل فروض الحمد لله. طب انت مش عايز تتجوز ليه؟ ظروف بقى. يعني انت قاعد في البيت ده قد ايه البيت؟ انت انت بتقول صغير. بص صغير ماشي. اوضه وصراحه انا بس. لو ربنا كرمك بواحده اه وهتيجي تعيش معاك على كده تقبل؟ لا ما بقاش. ليه؟ اتكت على عيشه الليل والنهار. هتنكد عليك عيشتك ليل ونهار؟ وتبقى مشاكل بقى ليه؟ هتعمل فيك ايه؟ كل يوم بتساوي تشتكي معايا. ليه؟ طب ما احنا هنجيب لك واحده كويسه ما بتشتكيلش. لا. تعرفهم كلهم؟ انت متعقد منهم؟ متعقد من الحريم؟ بيقعدوا يشتموا ويهزقوا الواحد عشان لا هي ما انا اجيب لك واحده غلبانه طيبه اميره زي حالاتك شيخه. الواحد الجواز ده ما بفكرش فيه صراحه. طب انت هتعيش وتموت كده وخلاص، يعني انت المهم ربنا يديك الصحه وتأدي فروضك وكده. وبعدين 50 جنيه 50 جنيه هي. وكنت عايزك تسيب عنوانك عشان لو في حد عايز يجيب لك حاجه يساعدك بيه ابقى ايه ادي لهم رقمك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده السبت. اه اجي لك السبت الجاي لو انت بس عاوز تكتب حتى اعمل لك اي حاجه. اعمل لك اي حاجه والله. انا بقول لك ربنا يرضيك. انا بقول لك ممكن حد، انا بقول لك انا ممكن حد، انا هرفع الفيديو ده، ممكن حد يحب يساعدك يجيب لك 50 جنيه يجي يساعدك يعمل لك حاجه في البيت لو محتاجها. انت بيتك نظيف؟ نظيف الحمد لله. طيب يعني يحاول يساعدك بحاجه. يعني انت دخلك الشهر قد ايه؟ يعني بالظروف يعني ربنا هو اللي بيسأل والله. يعني انت مش عارف انت عندك كام سنه؟ اللي عنده 51. 51 ومش عايز تتجوز؟ لا ما اتجوز. جت عقده بالجواز مش وعايش لوحدك وما بتشتغلش؟ يعني ساعات بيشتغل وساعات ما بيشتغلش يعني بظروف والله. وبتاكل لحمه كل قد ايه؟ كل سنه باكل لحمه. كل سنه؟ وفراخ؟ فراخ بس كل جمعه بجيب فرخ.
يلا الله يخليك الله يخليك صح. الله يخليك. عايز اي حاجه؟ انا كنت عايز اديك تليفون لا التليفون جاهز بقى، جاهز يتكسر. لا عشان لو عوزتك او حد عايز يديك اي حاجه ويساعدك. ما انا هاجي لك كل اسبوع كده، اجي اسلم عليك. طيب، على اجي راسي. اسلم واطمن عليك كله. على راس الله يصلح أي حالك. ولد؟ مع السلامه. الله مع السلامه. يا باشا ربنا يكلم ولادك اهو، ربنا يكبر بخاطرك ويرضيك. وزوجك بيزك بقى يا رب. ربنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.